بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي من مصر ومن خارج مصر، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عندنا مناسبة وهنعمل معاكم أحلى كفتة. طبعا بقى إن شاء الله هنعمل أكل كتير عشان حبايبنا اللي هيشرفونا. معاكم الكفتة دي بعد ما اتحمرت، وهنا الطرية، وكمان هنا المصبعة زي ما انتم شايفين. هنقليها كلها وهنوريها لكم. بسم الله ما شاء الله. بنجهز بقى اهو معاكم علشان الغدا، عشان حبايب. هنا كمان اهو بنحمر الشعرية علشان في رز بشعرية، ودي بطاطس عشان الكفتة. وهنا ما شاء الله الكفتة اهي معاكم الكمية كلها. طبعا لسه هنقللها. ودي كمان المكرونة اللي هنعملها. هنا بقى يا حبايبي الطماطم حطيتها على النار لانها طالعه من الفريزر عشان تفك. ودي طبعا هنا الفراخ بعد ما تبلتها في الفرن اهي. دي صينيه. وهنا يا حبايبي بقى كميه الفراخ. طبعا بقى انا ما صورتهاش وانا بتبلها. التتبيله بتاعتها طماطم وبصل وثوم، فلفل اسمر، حبهان، ورق لوري. طبعا كل ده معلقه خل كبيره ضربه في الخلاط، بصل وفلفل اخضر وطماطم وحبهان وعصير ليمون وخل. بعد كده حطيته على الفراخ، حطيت بابريكا، روزماري، والملح يا حبايبي. هنا بقى بنلوح البسلة، سمنة وبصل وتوم. هنسيبها بقى تشوح شوية وبعد كده نحط لها عصير الطماطم. ودي الشعرية بعد ما تحمر. هنا بقى اهو بنقلب معاكم الكفتة، سمنة وتوم. نعمل كفتة ببطاطس. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه فين؟ المشكله من البتاعه دي عشان الواحد يوطي. طبعا بقى يا حبايبي الفراخ اهي في الفرن، شربت من التتبيله كويس. طبعا انا ما قلتلكوش على التتبيله كامله، انا هنزلها لكم في صندوق الوصف. ما تندهي لو بدك يفطروا يا بس.
دي مش هتاخد يا ولاد، تبقى ضيقة. طيب الباشا ما تبقاش اللي عاملة كده ولا الباشا مش طبعا بقى البسلة اهي بدأت تغلي لحد ما تنشف بقى. دلوقتي بقى يا حبايبي الفراخ هتطلع من الفرن، هنبدأ بقى نعبيها في الورق الفويل عشان نحفظها عشان تفضل سخنة زي ما انتوا عارفين وقت ما نيجي نحط الأكل بتاعنا. طبعا حبايبنا كلهم متجمعين عندنا في اليوم ده وكله بيساعدنا. عقبال عندكم جميعا يا رب، ربنا يديم الفرح في كل بيوت المسلمين، اللهم امين. حاجة كده اللهم بارك، اللمة بصراحة بالدنيا وما فيها، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. عشان ما اطولش عليكم والفيديو يبقى كبير، طبعا هتشوفوا الفيديو تسمعوا اصوات كتير طبعا عشان كلنا لما وهتسمعوا اغاني. هنبدأ بقى بعد ما نعبي الفراخ بتاعتنا بعد ما اتحمرت في الفرن واستوت تمام وخدت اللون المطلوب، هنلفها في ورق الفويل وبعدين هنحمر بقى البط ونلفه برضو في ورق الفويل. وهتشوفوا كمان في الفيديو الاكل كله بعد ما يبقى خلصته تسوية انا وحبايبي. هنبدأ بقى نعبي الاكل بتاعنا في الاطباق علشان نحط السفرة بتاعتنا لضيوفنا اللي بتشرفنا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. حاجة كده اللهم بارك تحتار اليوم انت عندك عزومة. طبعا هتشوفوا الاكل كله كامل. عملنا كفتة بالبطاطس وعملنا بسلة وعملنا مكرونة ورز بشعرية معاها الفراخ ومعاها البط ومخلل وشيبسي وكمان سلطة. ما شاء الله تبارك الله، السفرة كان شكلها يفتح النفس. وما تنسوناش في اللايك وفي الشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد. بتمنى توصلوا الفيديو لأكبر نسبة لايكات، وما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم ودعمكم للقناة فضلا وليس أمرا. واسيبكم بخير واشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي. بتمنى الفيديو يعجبكم يا رب العالمين. طبعا الاكل كله بعد ما جهز زي ما قلت لكم في الفيديو هتشوفوه كامل جميع الاكل. دلوقتي بقى يا حبايبي الفراخ هتطلع من الفرن، هنبدأ بقى نعبيها في الورق